تخيل انك واقف في سباق مع طائر مش بيطير بس هيسبقك، شكله بسكوتايه بس هيعورك، وقلبه زي الرمانه يستعمل حبايب الف. اكيد خدت بالك من عنوان الفيديو ان احنا بنتكلم عن النعامه. اول حاجه لازم تعرفها عن النعامه ان كتكوت او فرخ النعامه لما بيتولد بيبقى 900 جرام او كيلو 200 جرام، ده تقريبا في وزن فرخه او في حجم ازازه لبن لتر تقريبا. ده في الوقت اللي بتلاقي فيه الكتكوت بتاع الفرخه بيبقى 35 45 جرام، وطولها بيوصل ل 2 متر و50 سم، وفي بعض الاحيان 2 متر و70 سم و80 سم، ده تقريبا بطول لاعب كره سله. وزن النعام بيوصل ل 100 كيلو، في بعض الاوقات ل 150 كيلو جرام ويعدي، ده تقريبا في وزن دب صغير. بس مع كل المزايا دي النعامه ما بتعرفش تطير. طب وايه يمنعها؟ اي طائر عشان يطير محتاج حاجه اسمها العرف الصدري عشان يقدر يحرك اجنحته بقوه كفايه ان هي تخليه يطير. النعامه ما عندهاش العرف الصدري ده، وبالتالي عضلات صدرها ما تقدرش ان هي ترفعها للجو. بس قبل ما تزعل عليها وتقول يا حرام طب وهتعمل ايه، لازم تعرف ان ربنا عوضها بحاجه تانية مهمه جدا، سرعتها. لما تكون طائر كبير في عالم مليان مفترسات لازم يكون لك طريقه تنجو بيها. اتصرف يا اخي. النعامه بتجري بسرعه 70 كيلو متر في الساعه، يعني اسرع من اسرع انسان على وجه الارض، يوسين بولت اللي سرعته 45 كيلو متر في الساعه. شايف الفرق؟ في الحقيقه واسمع دي، النعامه تقدر تسبق حصان بسهوله جدا. النعامه رجليها طويله وقويه جدا، وده بيخليها تقدر تاخد خطوه مداها ل3 أو 4 وممكن يوصل ل5 متر. المدى ده تقريبا اطول من عربيه صغيره. شايف الخطوه؟ كمان النعامه مش من النوع اللي تحب تخش معاها في خناقه، لو اضطرت ان هي تدافع عن نفسها هتدافع. رجليها قويه جدا، ممكن تكسر رجل اسد او تكسر لك قفص صدري او تقتلك، ما بتهزرش. النعامه كمان عندها اكبر عين بين كل الحيوانات البريه اللي قطرها 5 سم، عينيها اكبر من عين الفيل والبومه، وده بيديها رؤيه جباره تقدر تشوف من خلالها المفترسات في السافانا المفتوحه. النعام بيوصل لسن البلوغ من 4 ل5 سنين بالنسبه للذكور، الاناث بتسبقوا في الموضوع ده بسنتين، يعني من 3 ل 4 سنين. 3 و4 و5 وسن بلوغ، امال هو بيعيش قد ايه؟ لا خد بالك، النعام من الطيور المعمره وممكن يعيش من 40 ل 50 سنه. لا استنى، احنا هنا بنتكلم عن النعام اللي عايش في البريه عادي، لكن اللي عايش في اسر زي حدائق الحيوان والمزارع ممكن يوصل ل 70 سنه. ده هتشوفه تقول له يا جدي. لما تشوف نعام ريشه اسود او ابيض ده غالبا بيكون ذكر، اما الاناث هتلاقي ريشها بني، وده بيساعدها في التمويه وان هي تحافظ على البيض بتاعها. اول ما النعام الذكر بيوصل لسن البلوغ هتلاقي ريشه الاسود بيغمق اكتر، ورجليه ومنقاره بيحمروا عشان يستعد ليه بالظبط الجواز. النعام عنده نظام زواج فريد شويه، هتلاقي الذكر بيتجوز اكتر من انثى، بس في واحده بتكون هي الملكه بتاعته. الموضوع ان الاناث بتبدا تتنافس في عروض سيطره واستعراض، الذكر بيبقى قاعد بيراقب وبيشوف مين فيهم الاقوى والاذكى، لان دي اللي هيبقى عندها قدره اكتر ان هي تحافظ على البيض. واثناء فتره التزاوج الانثى اللي بتكون قريبه اكتر من الذكر وبتساعده ببناء العش دي برضو ممكن تكون الملكه، وبما انها بقت الملكه بتاعته فالبيض بتاعها هو اللي بيتحط في وسط العش، اما بيض باقي النعام بيتحط على الاطراف. انت جيب حمارتك زي حماره العمده. العجيب والخبيث شويه ان النعامه الملكه وهي بتنظم العش لو لقيت فيه بيض زياده شويه ممكن تدحرج كام بيضه كده من العش بتوع النعام الباقيين عشان يكون في فرص اكتر للبيض بتاعها. والذكر بيبقى اكتر حمايه ودفاع عن الانثى الملكه اكتر من باقي الاناث. بس هقول لك حاجه على جنب، النعامه الملكه دي مع كل الامتيازات اللي خدتها لو بقت ضعيفه شويه او بقت اقلا انتاجا ممكن عادي الذكر النعام يستبدلها بواحده ثانيه. نيجي بقى الريش النعام، هتشوف عند باقي الطيور اللي بتطير ان ريشها عامل زي الخطافات ومتشابك في بعض. النعامه على عكسهم هتلاقي عنده ريش ناعم ومهفهف عشان يقدر يساعده على تنظيم درجه الحراره العاليه من حواليه. زمان كان ريش النعام رمز للرفاهيه، كان بيستخدم في تيجان الملوك وفي لبس النبلاء، ودلوقتي ممكن نستخدمه عشان ننظف اجهزه دقيقه ونستخدمه في الديكور كمان. النعامه لما بتحس بالخطر بتستخدم اسلوبين، اول اسلوب ان هي تستخدم سرعتها وتجري وتسيب المفترس وراها، يا اما بتنزل بدماغها الارض وبتحاول تندمج مع البيئه اللي حواليها بحيث يبقى شكلها زي صخره كبيره، تمويه يعني. ويمكن من هنا بيتقال عن اي حد جبان او ما بياخدش موقف انه بيدفن راسه زي النعام. الافارقه زمان وتحديدا في جنوب افريقيا اول ناس جربوا ركوب النعام في القرن 19 لما الاوروبيين وصلوا افريقيا وشافوا الظاهره دي خدوها معاهم لبلادهم، لكن هناك استخدموها كوسيله للترفيه، نعمل سباقات نعام، حاجه جديده، الترند، نعمل فلوس. ليه ما استمرش ركوب النعام لحد دلوقتي؟ لان النعامه كائن عصبي جدا، لو حس بالخطر ممكن يجري وما تقدرش تتحكم بيه، بيجري بسرعه. كمان صعب ان احنا نروضها زي الحصان والجمال، والاهم من ده ظهرها ضعيف نسبيا وما يقدرش يشيل انسان لفترات طويله او مسافات طويله. دلوقتي في بعض المزارع السياحيه في جنوب افريقيا وفي امريكا بيسمحوا للسياح ان هم يركبوا النعام كنوع من انواع الترفيه. النعامه طائر بيكسر كل القواعد، طائر حجمه كبير لكنه ما بيطيرش، طائر اسرع من الحصان وعنده رفسه قاتله يخلي اي مفترس يفكر مرتين قبل ما يقرب منه او يجرب. وسواء كنت بتشوفها في مزرعه او في حديقه الحيوان او حتى في السافانا لازم تشوفها وتقول سبحان الله. ايه رايك لو اتزنقت في سباق تختار انسان ولا نعامه؟